سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من الحلقات في الطريق إلى الجنة، وكل منا وهو ينظر يمنة ويسرة ويقرأ أخبار الناس، وهو ينظر في الفضائيات أو يستمع الأخبار أو يسمع قصص وحكايات عن الناس، ينظر إلى العالمين ماذا يرى؟ منهم من يعمل جاهدا لمرضاة ربه يريد أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكثير من الناس لا يدري شيئا عن آخرته، يعمل فقط لأجل الدنيا كأنه مخلد بها، لا يفكر بما بعد هذه الحياة، لا يفكر بما بعد الموت، والناس لا يستويان، فالله عز وجل لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون حقا. ولهذا لما طعن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طعن وخرج الرمح من صدره، أخذ الدم ومسح به وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. الفوز الحقيقي ليس في هذه الدنيا، الفوز إذا دخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. ولهذا نحن وإياكم في هذه الطرق وهذه الوسائل وهذه الخطوات، خطوة بعد أخرى، للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هنالك الفوز الحقيقي. اسمعوا لهذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين فخذيه يعني الفرج، أضمن له الجنة. اضمن اللسان واضمن الفرج، هما أسوأ وأسرع طريقان إلى جهنم، وهما إن حفظهما الإنسان طريقان يضمن لك النبي عليه الصلاة والسلام إن حفظتهما جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا الله عز وجل يأمر عباده بأن لا يتكلموا إلا بالحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي اتق الله ولا تتكلم إلا بالحق. حتى قال معاذ يوم من الأيام، قال: يا رسول الله، أو أن مؤاخذون بما نتكلم؟ يعني حتى اللسان يؤاخذنا الله عز وجل عليه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو الناس في النار على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ أي ألا يدخل الناس النار يوم القيامة إلا بسبب هذا اللسان؟ هو المصيبة. من حفظها ضمن الجنة. ولهذا جاء في الحديث أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل في عليين. وفي رواية أخرى: من سخط الله عز وجل، أي بكلمة أخرى من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله، 70 سنة، وهو في جهنم بكلمة قالها اللسان. وما أدرك ما خطورة هذا اللسان. ولهذا الرب جل وعلا حذر المؤمنين أن يتكلموا إلا بالحق، وقال لهم جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الناس يظن أن هذا الكلام سهل، جالس في مجلس فيغتاب فلان ويقع بعرض فلان ويشتم فلان ويسب فلان ويتهم فلان ويقول أنا ما فعلت شيء فقط تكلمت. وما يدري ذلك المسكين أن بعض الكلمات أشد حتى من الضرب والبطش، بل بعض الكلمات فرقت أسرا وقطعت أرحاما، بل بعض الكلمات أذهبت حقوقا للبشر، وبعض الكلمات تخرج الإنسان من دين الله عز وجل. اللسان، وما أدراك ما خطورة اللسان. وحذر الله عز وجل ووصف المنافقين بأن ألسنتهم سيئة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي لسانهم حاد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أعرج به إلى السماء السابعة، في الطريق رأى قوما أظفارهم من نحاس، وتخيلوا هذا المنظر، لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم والدماء تسيل. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون بأعراض الناس. ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحوج إلى السجن من اللسان. يعني ما في شيء نحتاج إلى أن نتحكم ونقيده من اللسان. كم من إنسان قال كلمة أودت حياته دنياه وآخرته. يروي أبو هريرة حديث عن رجل من بني إسرائيل، النبي عليه الصلاة والسلام يقص قصته. من بني إسرائيل كان صالحا عابدا، بل كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر. انظروا إلى هذه الصفات العالية. وكان يمر على رجل عاص كل يوم يمر عليه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فكان ذلك العاصي يقول: إليك عني أجعلت علي رقيبا؟ يعني ايش فيك؟ أنت أحد موكلك علي؟ كل يوم تنصحني. وكان هذا الصالح لا يزيد على أن يدعوه إلى الله عز وجل. أنت ما عليك إلا البلاغ، ليست عليك هداية الناس. يوم من الأيام غضب هذا الرجل الصالح ولم يتحكم بلسانه، فقال كلمة، قال: والله لا يغفر الله لك. خلاص أنت الله ما راح يغفر لك. فرد الله عز وجل على هذا العبد الصالح، ماذا قال له؟ قال: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت لهذا العاصي وأحبطت عملك أنت أيها الصالح. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل فيقول له: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو من الفتن؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. أول أمر اللسان، انتبه لخطورته، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بعض الناس يتساهل في مجلسه، في الدوام، في الديوانية، في البيت، في أي مكان، يتسامرون بالوقيعة بأعراض الناس ويمزحون وهم يكذبون.
ويتكلمون على أعراض المسلمين ولا يبالون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز يسخر على الناس بلسانه هماز مشاء بنميم. بل أكثر يأتي إلى هذا فيقول له: سمعت فلان ماذا قال عنك، سمعت ماذا فعل بك، سمعت ماذا يقول عنك في المجالس. ويأتي إلى الآخر فيقول له مثل هذا الكلام، نمام والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة نمام. يقول ابن بريدة: رأيت ابن عباس آخذ بلسانه رضي الله عنه. تخيل صحابي من خيرة أصحاب النبي، ترجمان القرآن، ماسك بلسانه يقول: ويحك قل خيرا تغنم، واسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. لأنه سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن امرأة صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل، يعني عابدة. قالوا: لكن فيها عيب واحد. ما عيبها؟ تؤذي جيرانها بلسانها، هذا هو عيبها فقط. لسانها سليط على جيرانها. هل نفعتها صلاتها؟ هل نفعتها عبادتها؟ هل نفعها صيامها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. أعوذ بالله من النار ومن أسبابها. اللسان، وما أدراكم ما اللسان. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. نعم، إن من الناس من للأسف يطلق للسانه العنان ولا يبالي. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وبعض الناس ينغر أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويعتكف في المساجد ويطلب العلم، لكن انظروا إلى لسانه. لم يسلم منه أحد من الناس، حتى الصالحين لم يسلموا منه، بل ربما حتى الدعاء إلى الله عز وجل، بل ربما حتى علماء المسلمين لم يسلموا من لسانه. كما قال عنهم ابن القيم رحمه الله، قال: كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، يعني حتى أصغر المعاصي ما يفعلها. قال: ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. يعني لسانه سليط على جميع الناس، لكنه ربما يتورع عن الذنوب الصغيرة، لكن اللسان لا يبالي به. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من أهم الطرق حتى نصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أن نحسن الكلام، أن نقول الخير أو نصمت، فمن صمت نجا. ولا يتكلم الإنسان إلا بعد أن يوزن كلامه، إن كان خيرا تكلم وإن كان شرا صمت. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.